السلام عليكم الناس الكل. تخيل وتصور اللي نادي الافريقي بعد الموسم الكارثي هذايا مصيره بين يديه، وينجم يصلح الموسم نتاعو وينجم ينقذ الموسم نتاعو ما يستنى حتى حد زاد. كيفاش باش نحكي في الفيديو هذايا كيفاش نادي الافريقي مصيره بين يديه وينجم ينقذ الموسم الخايب برشا هذايا. كيف نحكيو اليوم على قائمة المغادرين اللاعبية اللي يلزمهم يغادروا عاجلا النادي الافريقي بعد انتهاء الموسم هذايا. كيف باش نصرحوا بالديون اللي اخيرا رئيس النادي هيكل دخيل خرج واعطانا القيمه الجمليه للديون متاع النادي الافريقي اللي برا واللي في تونس، اللاعبين المحليين التوانسه والقضايا اللي تبع الفيفا جمليا. باش نبداو كيفاش النادي الافريقي ينجم ينقذ الموسم نتاعو ما يستنى على حتى حد، ما يستنى مزيد حتى حد، لا ترجي لا لتوا لا مستير لا غيرها. النادي الافريقي عنده الان مباراه الديربي، ثم مباراة النجم الرياضي الساحلي، والزوز في رادس، يعني هو اللي يستقبل بجمهوره وسيتنقل في آخر جولة إلى باردو لملاقاة الملعب التونسي. النادي الإفريقي في صورة ينتصر في مبارياته وهو المستضيف. النادي الإفريقي يجد نفسه ديريكتومون يلعب من أجل المشاركة الإفريقية ويشارك العام الجاي في إفريقيا، سواء في رابطة الأبطال الإفريقية أو على الأقل في الكونفدرالية الإفريقية. لكن الكلوب لازمها تنتصر في المباراة الثلاثة الأخرانية. هل النادي الإفريقي ينجم على الأقل يصلح الموسم هذايا بانتصارات ضد الإسبيرونس في الديربي اللي هو باش يعطيك جوانح لبقية المقابلات نتاع الموسم، وينجم يربح ليتوال في رادس؟ عنده مديدة النادي الافريقي يجد في مشاكل كبار مع النجم الساحلي، النجم الساحلي اللي ما انتصر في حتى مقابله في البلاي اوف، كلهم تعادلات والا هزايم. الكلوب كذلك ما تبعدش برشا، الكلوب عملت انتصار وحيد، معناها ماهيش حاجه كبيره برشا، لكن في الترتيب النجم يسبق الافريقي بنقطه، خاطر النجم الرياضي الساحلي تعادل برشا مرات اكثر من الهزايم. الكلوب افريقيا كيف اذا كان يحب ينقذ الموسم نتاعو ما زالت له أهم مباراة في الموسم اللي هي ضد الاتحاد المونستيري، لكن هذه المرة في ملعب مصطفى بن جنات. يعني الكلوب افريكان كي نحكي اللي مصيره بين يديه مانيش نفدلك. الكلوب اذا تربح ماتشواتها نتاع البطولة تشارك في الافريق، اذا تربح الاتحاد المونستيري تجد نفسها تقريبا في نصف النهائي كأس تونس، والمواجهة باش تكون ماهيش صعبة برشا في نصف النهائي الكلوب افريكان، وباش تنحى كذلك الملعب التونسي والنجم الساحلي خاطر في مواجهة ديريكت ضد بعضهم. يعني فاسيل الكلوب يجد نفسه في نهائي كأس تونس. يعني تنجم تنقذ الموسم نتاعك، لكن لازمها قليل، لازمها رجلة، لازمها انضباط تكتيكي، مش تقبل هدف ما عادش تنجم ترجع كما شفنا ضد السياسي، ضد الاتحاد المونستيري، ضد اكاديميكا اللي هي حومة. يعني الكلوب افريكان نورمالمون كي تقبل هدف في رادس ضد اكاديميكا يا صاحبي ما تنجمش ترجع. هذه ضعف شخصية كبيرة للملاعبية اللي ان شاء الله مع فوزي البنزرتي تتحسن، خاصة النقطة هذه. معناها كي انقاذ الموسم ممكن، انقاذ الموسم ممكن جدا، لكن لازم تتوفر الشروط. باش نحكيو توا على قائمة المغادرين حسب وجهة نظري شكون اللي لازمهم يغادروا حالا النادي الافريقي. يعني اليوم ينتهي الموسم، غدا يلزم تفسيخ الكونترا والا تفاهموا معهم اكيد الاميابل، ما ثماش ديون جديدة للنادي. اول لاعب لازم يغادر اللي هما بالنسبة لي اللي ياخذوا في برشا فلوس والمردود نتاعهم غير منتظم، وساعات كذلك يعني هما يكونوا سبب من اسباب الهزائم. اول حاجه معز حسن من اللي جاي لكلوب افريكان اللي ضيعوا اكثر من اللي يعاون به. معناها بصراحه معز حسن ان شاء الله نتمنى ان يكون هذا اخر موسم ليه، تنجم تجيب من اولادك، سينون تجيب جارديان في تونس، تم برشا جارديانات في يلعبوا فرق اصغر من النادي الافريقي وخير برشا من معز حسن. بشير بن سعيد اللي ما نعرفش انا كونتراتوه وقت يشوفه، لكن اكيد ما ينجمش يرفض النادي الافريقي. بشير بن سعيد وكيف الترجي الذي التونسي عنده حارس ممتاز، ما نتصورش انها تخمم فيه، والا تطلع واحد من الاولاد نتاعك اللي هما غزاوي والا اليفرني والا العبيدي، نتصور ماهوش باش يكون اخي من معز حسن. كيف الطاوس يا خويا خذا برشا فرص يمشي النادي الافريقي، اكبر منه يمشي الفريق بصراحه اصغر من النادي الافريقي، فريق في وسط الترتيب، وتطلع اولادك سينو تجيب غيره. احمد خليل بصراحه 50-50، ما فهمتوش انا اللاعبي هذايا كاكسيال ينجح، لكن كبيفو ما هوش في حجم النادي، ما نجمش نحطه في قائمه المغادرين والا. هذه بصراحة أنا اللاعب هذايا محير جدا ونقطة استفهام كبيرة برشا. حمزة العابربي
هذا معناها من غير نقاش، مانيش باش نحكي برشا. حمزة العقبي يلزم يغادر النادي الافريقي. زهير الذوادي سمعت اللي هو باش يعتزل، لكن اخبار ماهيش مؤكده. كيف لازم يغادر الكلوب من غير زاد برشا تخمام ومن غير برشا حديث. وسام بن يحيى ملاعب نحترمه برشا، عطى برشا للنادي الافريقي. حتى في الموسم هذا كان في بعض الاحيان فاعل، كان افضل من بعض الشبان، لكن وسام بن يحيى بصراحه ما عادش عنده مكان في الفريق، يلزم يخرج وتخلي مكانك الناس اخرى. نجم راهم لاعب صغير ما يعطيكش في الموسم الاولاني يترشح في الموسم الثاني. مثال الدريدي بالكونتينياسيون ينجم كان يعطي مخير، معناها شفنا تو الدريدي والقصاب وغيره ما همش لاقيين مكانهم في الفريق الاول بوجود الملاعبيه الكبار اللي بصراحه من عام 2005 من عام 2006 لليوم. شوف الترجي وإيطوال وسي اس اس تبدل 3 اجيال وانت ما زلت في زهير الذوادي والعقربي وما نعرفش شكون حاصل. مع كل احترامي ليهم طبعا. المزياني اذا كان مصحح عام خويا زايد، يا اما باش تجدد له على 3 سنين وتعمل بروجي سبورتيف، خاطر الملاعبي هذايا عنده في سقيم ينجم يعطيك اذا كان يحترم النادي ويعرف قيمه النادي ويلعب مع اصحابه. اما اذا كان عامك هو يبدا خايف على ساقه ويخمم في ارقامه باش يحسنهم ويخرج ليكيبا في الاوروب ولا في الخليج، بصراحه زايد على الاخر. كان عندكم لاعبين اخرين انا نسيتهم، تنجموا زاد تفكروني فيهم. رامي البدوي كيف لازم يخرج، نفس الحكايه، ما قدمش حتى شيء، ديما مضروب. علي العمري بصراحة كي يلعب يعطي مردود، لكن ديما مضروب. كيف نحطه 50-50، يا إما يصير التشخيص الصحيح الوضعية متاع علي العمري، وإلا بصراحة زايد إنه يبقى في النادي الإفريقي. بالنسبة للديون هيك الدخيل خرج وصرح ديون النادي الإفريقي هي 12 مليار ديون لدى الفيفا وديون لدى اللاعبين التونسيين، يعني نزاعات محلية. يعني الكلوب أفريكان لازمها 12 مليار، يعني رقم كبير وكبير برشا. هنا سؤال، يعني الإفريقي والجمهور والأضخاط وقد ما دفع ديما الرقم 12 مليار. صحيح قبل يحكوا لنا جوست على المشاكل مع الفيفا، كي نزيدوهم مشاكل محلية 12 مليار صحيح، مقارنة بالرقم السابق اللي هو 30 ولا 40 مليار ما يجي حد شيء، لكن تبقى ديما برشا فلوس. 12 مليار نادي افريقي باش يرجع زيرو، باش يرجع يخمم كان في الكوتي سبورتيف